السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بسام الشماع وسلسلة بسام في المتحف. احنا في فبراير 2024. هل احنا حلينا كل الأسئلة بتاعت مصر القديمة؟ الإجابة لا. طيب نصف الحضارة بتاعتنا بأنها حضارة امبيجوس. يعني ايه امبيجوس؟ ده اللي بيتعلم انجليزي، غامضة مش باينة مبهمة. لا برضو احنا مش امبيجوس خالص. ده احنا عندنا ميزة ان احنا حضارتنا مش امبيجوس. في حضارات تانية مش مكتوبة خالص، مش فاهم حاجة. احنا عندنا كل حاجة متوثقة بشكل كبير. ومع هذا يترك لنا التاريخ ويقبل مصر القديم الا انه ما يكشفش عن كل اسرار. ربما عايزنا نشتغل شويه اكتر. تعالوا اوريكم على قطعه قلبت العالم. اكتشفها رجل اسمه مسيحه من عيله مسيحه. الراجل دوت دخل هنا المتحف المصري وكان يعمل، وفتح درج طلع تماثيل صغيره للصقر حر، اللي هو بعد كده في اليوناني بقى حورس. وبص لقى في انواع كثيره في مصر القديمه للصقور. اكتشفنا حاجه جديده جدا. اكتشفنا ان الصقور بالاديان المختلفه والمراحل المختلفه الدينيه لها اكتر من وظيفه. ولكن هذا الصقر العجيب وقف قدامه مسيح، قال الصقر ده في حاجه غريبه. بنتكلم على هذا الصقر اللي معمول من خشب الجميز، وهو معمول من قطعتين، واكتشف في مقبرة لواحد اسمه با دي إيمن في سقارة. ولما بص ولقى الديزاين الرائع بتاعه اكتشف 3 حاجات، وبدأوا يذاكروه. يعني اكتشف 3 حاجات. أول حاجة إن الديل مش ديل طائر، لأن لو كان ديل طائر كان هيبقى بالعرض مش بالطول، مش هيبقى 90 درجة 90 على الأرض، لأن العصفورة أو الطائر بتبقى فردة أو لما ما بتبقاش كده. يعني بص على صبعي ادي الطائر اهو، يا اما بيعمل كده وهو بيطير، يا اما بيروح ضامم وعامل كده وهو بيطير. لكن عمرنا يعني قليل قوي ما بتلاقي طائر الديل بتاعه كده. ده اسمه رادر بالانجليزي، مش رادار. رادر هو الديل بتاع الطياره. فهو قال استنى، ربما بعض العلماء بدأوا يقولوا ربما دي طائره شراعيه المصري القديم حلق بيها، او ايه؟ شوفونا في الجزء الثاني.